هاد العائلة إلا شفتيهم في الانستغرام فيديوهات وتصور عائلة ما كاينش أسعد منهم. كل نهار ستوري جديد وصور عائلية، وإلا دزتي من حدا دارهم غادي تشم ريحة الحلوى وتسمع الضحك الدراري الصغار بحال الملائكة. وأب ما كاينش بحالو كيلعب معاهم وكيعاون مراتو اللي كانت حاملة. الناس كلهم كيكتبوا لهم في التعاليق الله يحفظكم من العيد، ولكن الصدمة أنه ماشي هي اللي غتقتلهم، كان واحد الشخص عمر شي حد كان كيتوقعه. السلام عليكم، سميتي نعيمة. إلا كان كيعجبكم القصص الواقعية مرحبا بكم في قناة نعيمة شين. إلا عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناة باش توصلوا بأي قصة جديدة. ودابا إلا كنتم مستعدين يلا نمشيو نكتشفوا سر هاد العائلة. في عام 2018 في أمريكا، وبالضبط فريدريك كولورادو، شارع ويندهام هال، كان كيعيش كريس واتس اللي كان في عمره 33 عام مع مراته شانان اللي كانت في عمرها 34 عام وحاملة في شهرها الرابع، وبنيته بيلا اللي في عمرها 4 سنين، وسيليست اللي في عمرها عام و3 شهور. كريس كبر مع عائلة ديالو، ماما سيندي وبابا هروني واختو جايمي، في مدينة صغيرة في أمريكا. كان ولد مهدن بزاف وسكوتي، ما كانش فيه الصداع والمدابزة. باباه قال بلي كريس وهو صغير عمرو دابز مع شي حد، ولا كان شي ولد ضربه ولا دوا عليه، كريس كيبعد منه وكيسكت ما كيجاوبوش، ما كانش كيدافع على راسو، كيبقى حاضي من المشاكل ومبعد منهم، ما عندوش معاهم. علاقته مع باه كان هو الصديق ديالو الاول. باه كان ما كيهضرش وما كيعاودش شنو ضارو ولا شنو باغي يدير، وكريس خرج كيشبه ليه تماما، كيخبي وما كيعاود والو. اما مو ما كانش عنده معاه علاقه قريبه بزاف، ما كانش قريب منها، كان عادي. كريس كان كيقرا مزيان، ما كانش كيبغي يخرج ولا يسهر مع صحابه. وقته كله كانوا فيه جوج حاجات، القرايه والرياضه. من بعد ما خدا الباك ما مشاش للجامعه. علاش؟ حيتاش ما كانش عندهم الفلوس باش يخلص تكاليف الجامعه، كانوا ناس على قد الحال، وراكم عارفين الجامعات في امريكا كيحتاجوا ميزانيه. من بعد قرر يمشي يتعلم الميكانيك ويخدم فيها حيتاش خدمه مضمونه وفيها فلوس، وبدا كيصلح الطوموبيلات وبقى خدام فيها مده 6 سنين. من بعد جاتو فرصه في شركه البترول والخلاص كان حسن منها. هو ما كرهش لو كان كمل قرايته وحقق احلامه، ولكن الظروف هي اللي حكمات، فما كان عنده ما يدير. في 2010 تعرف على شانان اللي تزادت في كارولينا الشمالية في أمريكا مع باها فرانك وماماها ساندرا وخوها فرانكي. كانت متعلقة بزاف بعائلتها، وحتى هما والديها وخوها كانوا هما السند ديالها في كل شيء من صغرها. شانان من صغرها وهي كتعاني من واحد المرض مزمن، مرض الذئبة الحمراء لوبس، مرض المناعة الذاتية، كيهاجم الجسم وكيتسبب في ألم صعيب والعياء ومشاكل في الجلد والمفاصل. الناس اللي مرض الله يشافيكم ويخفف عليكم الألم، الناس اللي مرض بهذا المرض هما اللي غادي يعرفوه. مسكينة من صغرها وهي كدير بزاف العمليات، ودارت عملية على القلب وهي في عمرها 11 عام. رغم المرض كانت مقاتلة وقوية، صحاباتها كيقولوا عليها كانت فين ما مشات كانت كتضوي بحال الشمعة، كلها طاقة وحيوية ونشاط، وديما كتضحك وحابة الحياة. كانت اجتماعية بزاف وكتبغي تعاون كل شيء. كانت كتقرا مزيان وفي نفس الوقت خدامة في مجال تسويق المبيعات، كانت كتبيع منتجات
ديال الصحة وكانت ناجحة فيه بزاف. كانت كتعرف تهدر وعندها أسلوب إقناع قوي، كانت ذكية وقوية وناجحة. علاش؟ حيتاش كانت عندها ديجا خدمات بزاف في هذا المجال، وخدمات في مجال الطوموبيلات، كانت كتبيع وكتشري فيهم، ومن بعد خدمات ممرضة في دار العجزة. شانان ما كانش عندها شواهد كبيرة، ولكن كان عندها إصرار كبير. رغم المرض ديالها بنات راسها بوحدها وولات سيدة أعمال ناجحة من دارها، وديما كانت كتبارطاجي حياتها وتصورها في السوشيال ميديا، الفيسبوك والإنستغرام. تم تعرف عليها كريس وعجباته بزاف، وتا هو عجبها وحماقت عليه. شانان دازت من طلاق صعيب، مشاكل مادية في الأول ديال حياتها، ما استسلماتش، وقفات على رجليها وبدات من جديد حتى لقات كريس، وكان هو الأمان اللي كتقلب عليه. وكريس هاد الشي اللي عجبو في شانان، قوية وما كتستسلمش بسهولة، وتا هو كان الراجل المثالي اللي كانت كتقلب عليه. كان ظريف ومهلي في راسو وحنين فيها، واي حاجه بغاتها ولا بغات ديرها ما كيقولش ليها لا. ماما شانان قالت اول مره شفتو مع بنتي كان راسها فوق كتافو وهي ناعسه 4 السوايع وهو ما تحركش، باش ما يفيقهاش، ما مشى للطواليت، ما شرب ما والو. وانا اثر فيا بزاف. قلت لها هذا الراجل مستحيل تلقاي بحاله، تهلاي فيه، الله اللي بغى يعوضك وصفتو ليك. وبقاو مع بعضياتهم 2 عام، عاد تزوجوا وداروا عرس صغير ومشاو سكنوا في كولورادو، حيتاش كريس كان خدام تما. من بعد ما استقروا وشراو دار كبيره اللي كانت كتحلم بها شانان، وولدوا 2 بنيتات بحال الملائكه. بيلا ولدوها في 2013 وسيليست في 2015. وشانان عاودت حملات، وكانت ديما كتبارطاجي اللحظات الزوينه ديالها معاهم في السوشيال ميديا، السفر والضحك الى اخره. ولكن جا واحد النهار هاد الحياه كامله غادي تقلب. نهار 13 غشت من 2018 كانت شانان مسافرة لأريزونا مع صاحبتها على حساب شي خدمة كانت عندها تما، وفجأة وصلها ميساج غريب. غير شافتو بان عليها الخوف والقلق، تبدلات في البلاصة وقالت لصاحبتها ضروري خصني نرجع، ضروري خصني نمشي دابا. سولتها ياك لاباس طال الصباح وسيري الليل هذا؟ قالت لها لا، ضروري خصني نرجع. ما بغات تقول والو. رجعت وصلت للمطار مع 2 ديال الليل، ولكن من داك النهار عمرها ما عاودت بانت، لا هي ولا بناتها. نهار 14 غشت مع 41 ديال النهار عيطات نيكي أنكيسون اللي كانت صاحبة شانان الروح بالروح لمركز الطوارئ 911 باش تبلغ على اختفاء ديال صاحبتها وبناتها. وقالت لهم صاحبتي درت معاها نمشيو عند الطبيب مع 10 ديال الصباح، ولكن ما جاتش، ما مولفاش ليها وما كتجاوبنيش في التليفون. مشيت لدارها ودقيت والو، الطوموبيل ديالها كاينه وساقها وتليفونها وبسطمها تا هو، كل شي كاينين في الدار. مستحيل صاحبتي تخرج وما تديش معاها التليفون، شي حاجه وقع عليها. هادشي قالتو حيتاش كانت كتعرفها مزيان، وقالت ليهم باللي عيطات لراجلها كريس اللي كان في الخدمه وما كان عارف والو. قال لها يمكن خرجت تبدل الجو وترجع، ولكن فاش تعطلات عرفات شي حاجه واقع عليها. البوليس جاو للدار وبداو البحث على اختفاء وبناتها. سولو كريس شنو قبل ما تختفي شنو وقع؟ قال لهم راه دابزنا انا وياها وخليتهم في الدار باش نبرد وما يكبرش الموضوع. منين رجعت ما لقيتهاش، قلت واقيلا خرجات ولكن غترجع.
خرجوا البوليس وكريس وبزاف الناس، وكريس كان كيعيط بسميت مراتو شانان وبيلا وسيسي. قلبو قنت بقنت، وعائلة شانان ما خلاو فين قلبو، ما خلاو غابات ولا سبيطارات والو، وبقى البحث عليهم. نهار الثاني كريس مشى للخدمة، المدير ديالو قال له ما كاين لاش تجي، قال له واخا عائلتي مختفيه خاصني ضروري نخدم. وفي الليل طلع في التلفازه وبان في الاخبار، عل وعسى تبان شي خبر عليهم. وقف قدام الكاميرا واعلن على اختفاء مراته وبناته، وقال شانان بيلا سيسي الا كنتو كتسمعوني عافاكم رجعوا للدار، انا باباكم وكنبغيكم ومحتاجكم، وخا تخاصمت مع ماماكم كنتمنى هاد الشي يكون غير كابوس ونفيقوا منه، عافاكم رجعوا. وكان كيهضر عليهم كأنهم خرجوا بخاطرهم. الصحفية اللي كانت معاه سولته واش عندك رسالة للشخص اللي خطفهم، قال لها ما عندي ما نقول ليه غير يخليهم يرجعوا، الا كان شي حد مختطفهم ما غنأذيش غير رجعهم ليا بخير. البوليس كملوا في البحث ديالهم وقرروا يرجعوا للكاميرا ديال الجيران، ولقاو كاميرا ديال واحد الجار ديالهم كانت مقابله مع الدار كريس وشانان، واللي شافوه كان كيصدم. شافوا كريس خارج من الكراج ديال دارو مع 5:27 ديال الصباح، هاز شي حاجه طويله وملويه في واحد الملايه وكتبان ثقيله وكيتقاتل باش يهزها، حطها في الكرسي اللوراني بالكاميو ديال الخدمه، ورجع عاوتاني وهز شي حاجه اخرى ومشى. هادشي خلى المحققين اللي خداو هاد القضيه يزيدوا يشكوا في كريس. واحد المحقق قال ملي شفتو ما سولش على الكاميرات زدت شكيت فيه، حيتاش اي اب وولادو مختفيين اول حاجه غادي يديرها هي يسول الجيران على الكاميرات ديالهم واش صورت شي حاجه، واش هز شي واحد هزهم ولا هما بخاطرهم خرجوا. ولكن كريس ما سولش على هاد القضيه نهائيا. وتاني حاجه خلاتني نشك فيه هي ولادو مختفيين وهو لابس حوايج الخدمه ومشى يخدم. انا في بلاصتو ولادي مختفيين وما عرفتش فين هما، اخر حاجه نفكر فيها هي الخدمه. فاش قلت ليه هادشي قال لي لا خاصني نخدم حيتاش خاصني الفلوس. هنا البوليس بداو كيشكوا فيه رسميا، عيطوا لكريس لمركز الشرطه وبداو معاه الاستجواب. الحاجه اللي خلاتهم يتاكدوا باللي مخبي شي حاجه انه كان مهدن بزاف، ما كيبكي ما والو، من نهار اختفاو مراته وبناته هاد الشي ما دخلش ليهم لراسهم، ما كانش باين عليه الخوف نهائيا. اولا خداو امر باش يقلبوا التليفون والجي بي اس ديال الكاميو ديال الخدمه، وتبين باللي مع 6 ديال الصباح مشى نيشان من دارو الموقع اللي كان خدام. شنو كان كيدير تما في داك الوقت؟ نقولوا خدام، هو ما كانش خدام داك الوقت، ماشي وقته ديال الخدمه. من موراها قرروا يديروا ليه اختبار كشف الكذب، المفاجاه انه ما نجحش فيه. الجهاز عطى كذب على كل سؤال كيخص مراته وبناته، بحال مثلا واش اديتي مراتك، واش عرفتيهم فين كاينين. هنا البوليس حاصروه بالادله ووراوه الفيديوهات اللي بانت في كاميرات المراقبه. فشنو قال لهم كنهز شي معدات ديال الخدمه. قالوا ليه بلا ما تكذب علينا، هادو ماشي معدات وانما شي حاجه اخرى. وعلاش مشيتي للبلاصه اللي خدام فيها مع 6:45 ديال الصباح؟ باقي الظلام، شنو كنتي كدير تما وانت ما عندكش الخدمه داك الساعه؟ المدير ديالك قال ما عطاكش حتى شي مهمه تما. الصراحه البوليس حاصروه بالاسئله والادله، ومن بعد قال لهم كنت كنشوف واش دوك الخزانات ديال البترول واش كلشي فيهم مزيان. قالوا ليه كيفاش انت كتشوف كلشي واش مزيان وكيفاش غيبان لك اصلا في الظلام وبلا ضوء؟ تما بدا كيدخل ويخرج في الهضره وكيعرق. وقالوا ليه كيفاش قلتي لنا بانك تخاصمتي مع شانان وخرجتي من بعد النقاش باش تبرد؟
ولكن الكاميرا بان فيها باللي ما خرجتي حتى ل 5:27 ديال الصباح. كنتي 4 السوايع في الدار مع شانان. شنو وقع في ديك 4 السوايع؟ بدات كتوحل ليه الهضره. قال لهم لا، راني خرجت من الباب اللي من اللور ديال الدار. قالوا ليه الكاميرا كانت كتصور الدار كامله من جميع الجوانب، ما كاينش باب من اللور، والكاميو ديالك ما تحركش حتى ل 5:27 ديال الصباح، والجي بي اس كيأكد هذا الشيء. قالوا ليه واخا سيدي، كيفاش انت مراتك وبناتك مختفيين وانت مع 10 ديال الصباح صيفط ميساج لصديقتك في الخدمه وكتقول لها باللي اخيرا تهنيت منها، راه مشات وما غتعاودش ترجع، صافي انا وليت حر واخيرا غنقدروا نتزوجوا. من تما نهار وبدا كيدخل ويخرج في الهضره. في الاول قال لهم مراتي قتلت بناتي وانا نقتلها في لحظه غضب باش نحمي البنات، ولكن فات الفوت. شاف القصه الاولى ما سلكاتوش ودار الثانيه. قال لهم تقتلنا وهي قالت غادي تهز البنات وتمشي وتخرج من الدار وما غتعاودش ترجع، وحتى هاد القصه ما سلكاتوش وما تيقوش بطبيعه الحال، واختلق قصه اخرى. قال ما عرفتش، يمكن شي واحد خطفهم، انا ما عارف والو. البوليس قالوا ليه انت غير كتخربق، واش كتضحك علينا ولا شنو؟ واجهوه بكل شيء وما بقى عندهم ما يقول. ونهار وبدا كيعترف، وقبل ما يعترف صون على الاب ديال شانان وطلب منه السماحه. البوليس بان ليهم في الاول ما غيقول والو، جابوا ليه الاب ديالو للقسم وقال ليه عافاك وليدي، الا درتي شي حاجه قولها، راه عائلتها محروقين عليها، اعطيهم يدفنوا بنتهم. عاد بدا كيعترف. البوليس سولوه واش قتلتيها وفين هي دابا وعلاش درتي هذا الشيء؟ قال لهم درتها حيت بغيت نبدا حياه جديده مع صديقتي جديده اللي سميتها نيكول اللي كانت خدامه معاه. اجي نعرفوا هاد نيكول وكيفاش بدات علاقتها مع كريس وشانان كانوا كيبغيو بعضياتهم. من 2012 شراو دار كبيرة فيها 5 د البيوت، والدار كانت غالية وجوج طوموبيلات جداد. كان هادشي كله غير كريدي، وكان عندهم 5 ديال الكريدي كارد عامرين كيشريو بهم الماكلة والحوايج والسفر إلى آخره. وكانت عند شانان كريدي ديال القراية ومصاريف ديال الدواء ديالها. حياتهم كلها كانت عامرة كريدي. شانان كانت كتبغي تبين العائلة المثالية السعيدة. كريس ولا مخنوق وحس باللي شانان هي السبب، هي اللي كانت كتقرر على الفلوس، هو كان غير كيعطيها الكارطة ديالو وكتقول ليه صافي غير خليني انا اللي غنتكلف. باع الطوموبيل ديالو اللي كانت عزيزة عليه باش يفك الكريدي، خلى صحته مبقاش كيمشي للجيم حيتاش الاشتراك كان غالي، وكان كيخدم سوايع اضافيه باش يغطي على المصروف، ولكن كان ما كافيش. في نفس الشركه فاش كان خدام تعرف على واحد البنت خدامه معاه اللي كانت هي نيكول، كانت مهندسه جيولوجيه. في يونيو من 2018 غير شهرين قبل اختفاء شانان تلاقى معها وعرض عليها يعاونها ويوريها الخدمة، وهي وافقات. عجبته بزاف نيكول، كانت قارية وسبورتيف وديما كتمشي للجيم. نيكول كانت ناجحة ومستقلة. من بعد تعلق بها بزاف ولا كيبغيها واعترف ليها بهذا الشيء، وقال لها انا قريب غنطلق، انا ما ساكنش مع مراتي. وحتى هي عجبها بزاف، كان كيبان ليها الرجل المثالي، مؤدب وكيسمع ليها وكيضحك معاها. هضر معاها على الزواج والمستقبل وفين غيسكنوا وفين غيسافروا. ولكن شانان والبنات كانوا عائق بالنسبة ليه. مراته كانت حاملة بالولد الثالث وهو ما بغاش 3 الدراري وكثرة المصاريف، وكان عندهم الكريدي، وشانان باقا كتصرف بزاف، وهذا الشيء خنقوه بزاف وخلاه يفكر يتهنى منها. قال البوليس 3 أيام قبل الجريمة
شنان واجهته وقالت لي عرفتك كتخوني، شكون هي هادي؟ وهو نكر، ولكن هي بقات كتغاوت معاه. ومن بعد قال لها كاينه وانا وياك غنطلقوا. قالت ليه غنهز الدراري ونمشي وعمرك ما غتشوفهم وما غنسمحش لك في النفقه. تما هو فكر الى طلق غادي يخسر بناته والفلوس، والحل الوحيد اللي بان ليه هو يتهنى منهم ويبدا حياه جديده مع نيكول. نهار الجريمه كريس صيفط ميساج لشانان وقال لها ما بقيتش خايف نخسرك. الميساج اللي كنت قلت لكم وصل لشانان ونادت خرجات وهي مقلقه. كان كريس هو اللي مصيفطو ليها. هي تخلعات ومن تما قررت ترجع. رجعت للدار كانت مع الصباح حيت هو ما جاش باش يجيبها من المطار كيف مولف، ولقاتو مبدل على كيف مولف. طلعوا بجوج للبيت وبداو كيتخاصموا وكيتغاوتوا. مشات شانان تنعس وهي مقلقه منه، خلاها حتى لديك 4 ولا 5:30 ديال الصباح. خنقها وهي ناعسه في فراشها، هزها ودارها في ملايه. فاش كان مهبطها شافتو بنته بيلا اللي كان في عمرها 4 سنين. قالت لي فين غادي يا بابا؟ ماما. قال لها والو، ماماك مريضه وغادي نديها للطبيب. حط مراتو في اللور ديال الكاميو ديال الخدمه وبناتو حتى هما حطوهم في الكراسه اللور. قال لهم غنمشيو لبلاصه زوينه وداهم لبلاصه فين خدام، البلاصه فين ديك الخدمه فين كيستخرجوا البترول وكيخزنوه. هبط شانان ومشى حفر ليها ودفنها ورجع عند بناتو اللي كانوا كيتسناوه مساكن وتيقين فيه كيقولوا بابا انا ما غيأذيناش. ورجع عندهم خدا بنته الصغيره سيسي وطلع ولاحها في الخزان ديال البترول. وفاش كان كيلوحها شافتو بنته بيلا. قالت له لا لا بابا عافاك لا، ولكن ما رحمهاش، رجع وخنقها حتى ماتت. وتا هي لاحة في داك المخزن ديال البترول. تخيلوا معايا، يمكنش يكون هذا اب، حاشا يكون اب، بزاف عليه الابوه. هذا شيطان بصفة انسان. كيفاش يقدر يقتل مراته بلا رحمه اللي كانت حامله بولده، ويقتل بنيتات صغار ما عندهم حتى ذنب؟ الذنب الوحيد انهم بناته. هادشي كيضر في القلب. بنات بحال الملائكه، عطاه الله اسره كيتمناها اي واحد، بلاصه ما يحمد الله ويقرر انه يمسحها من الوجود باش يشبع رغباته المريضه. المهم نكمل لكم، واخا الصراحه هادشي ضرني بزاف. لاح بناتو في داك المخزن اللي كان عامر بالبترول والزيت اللي تصفى منه. مهم انا ما فهمش في هاد الخدمه هادي. الناس اللي خدامين في الدومين غيفهموا مزيان، يمكن نتمنى يشرحوا لنا في التعاليق. هذاك المخزن بحال شي برميل كبير وعالي، وانا غنحط لكم صورته تقريبا بحال هكا. شوفوا على وحش فين لاح كبدته. المهم سالا ورجع للدار عادي، لبس حوايجو د الخدمه والكماله راه في راسكم. البوليس تصدموا بزاف وتبلوكاو وبقاو ساكتين مده ما مستوعبينش شنو سمعوا. كيفاش اب تعطيه خاطرو يقتل بناته بهاد الطريقه ومراته اللي كانت حامله بولده؟ المحقق اللي شد هاد القضيه قال هادي اخيب حاجه شفتها في 30 عام ديال الخدمه. ماشي غير القتل، ولكن شكون اللي قتل والبلاصه والطريقه. بشاعه هاد الجريمه خلتهم كلهم مصدومين. المحاميه ديالو قالت ليه الا تعاونتي معاهم وقلتي فين درتيهم يمكن ما يحكموش عليك بالاعدام. وفعلا عائلة شانان نزلوا على عقوبة الإعدام مقابل يعرفوا مكان بنتهم. في الأول ما بغاش يوريهم فين هما، ولكن من بعد ما هضر مع باه قال لهم فين، ومشاو ولقاوهم تما. شانان لقاوها مدفونة في حفرة حدا وحدة من دوك الخزانات ديال الزيت. كانت مسكينة حاملة في شهرها الرابع. سماو وليدها نيكو، ولكن بيلا وسيسي هذه هي الكارثة الكبيرة. لقاوهم في الداخل ديال داك الخزانات اللي قال لهم، كل وحدة في خزان بوحدها.
خو دوك الخزانات كاملين باش يقدروا يجبدوا الجثث ديالهم. البوليس ورجال المطافئ بقاو كيبكيو من بشاعة المنظر. منين سولوه علاش لحتي بناتك هنا، قال لهم ما كنتش باغي نتفارق معاهم، بغيتهم يكونوا حدايا في البلاصه فاش خدام. بقاو كيشوفوا فيه، مال هذا واش مسطي ولا شنو؟ هضره ديال المرضى النفسيين. نهار 19 من عام 2018 توجهوا لكريس 9 ديال التهم: تهمة قتل من الدرجة الأولى وإجهاض غير قانوني، عبث بمسرح الجريمة، عرقلة سير العدالة، وزيد. القاضي حكم عليه ب3 ديال المؤبد بلا إمكانية إفراج المشروع. إلا اعترف وهم فيهما غيحيدوا عليه عقوبة الإعدام. في المحاكمة القاضي قال: هذا أبشع وأقصى حكم دوزت في حياتي. انت خنتي الثقة ديال 3 ديال الرواح اللي كنت انت كل شيء بالنسبة ليهم. مستحيل يكون عندك قلب ولا ذرة رحمة. كريس ما خلاوش في الحبس اللي في كولورادو حيت خافوا يقتلوه المساجين تما. كان في السجن الانفرادي 23 ساعة في النهار بوحدو، حيتاش قتل ولادو. المساجين واخا كانوا مجرمين ولكن ماشي لدرجة ديالو، وكانوا كيكرهوا اللي كيقتل ولادو. لو كان خلاوه معاهم كون صفاوها ليه من النهار الاول. كان كيخدم في غسيل الحوايج ديال الحبس، وكيجيوه بزاف ديال الرسائل ديال الناس اللي كيعبروا فيه على الكره ديالو. واتحد في عائلته ما بقى حامله حتى من نيكول ما عقلاتش عليه. في اخر تصريح ليه قال: كنتمنى كل نهار نموت، كان يعيش في جحيم، كنشوف وجوههم كل ليله في الحلم، الله يرحمه. هو دابا عنده 39 عام وغادي يبقى في الحبس حتى يموت. العدالة تخادت، ولكن الثمن كان حياة و3 ديال الملائكة. الهروب والخيانة عمرهم كانوا حل. كريس كان الأب المثالي وكانت عنده عائلة زوينة، بلاصة ما يحافظ عليها قرر أنه يمسحها من الوجود. بناته كان كيبان لهم هو أحسن أب في هذا العالم، ولكن تحت ديك الضحكة كان كيتخبى وحش ما في قلبه رحمة. غدار صفاها لبناته ومراته بيديه، وطفى ضحكتهم من الدار اللي كانت عامرة بها. خان الأمانة وخان العشرة وخان الدم ديالو. كان شيطان بصفة إنسان. شنو بالكم القصة ديال اليوم؟ أوف كريس، نظركم إعدام ولا المؤبد؟ شنو هو الحكم العادل في حق أب قتل مراته وبناته؟ جاوبوني بصراحة. إلى وصلتوا لهنا شكرا لكم على المتابعة، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله مع قصة جديدة. بسلامة.